السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض ان شاء الله زي ما انتوا شايفين فطير مشلتت، بس على الطاسة او على الصينية زي ما تحبوا تسموه سموه. هو مش هدخله الفرن وسريع جدا، مش مريحة عجينة ولا بالساعة ريحة عجينة وبعد ما تعجنيها ريحي تاني والكلام من ده. على طول في ربع ساعة كنت مخلصة الفطير. ده جوع اخر الليل، كانوا جعانين عندي، عملتها لهم زي ما انتوا شايفين. ابني حاطط لي الطبق بتاعه عشان عايز نصيبه. نبتدي مع بعض الوصفه على طول. انا هنا حطيت عندي كوبايه ميه كبيره اللي هي بتاعه المج، وحطيت نص معلقه ملح ومعلقتين سكر كبار، لان انا بحب الفطيره تبقى مسكره كده وجميله. لو انت ما بتحبهاش مسكره ممكن تقللي السكر، بس انا بزود السكر عشان لو عايزين ناكلها حاف يعني من غير اي غموس وكده. وحطيت معلقه خل، وهبتدي ان انا اقلب كويس قوي المكونات بتاعتي دي لحد ما يدوب الملح ويدوب السكر، عشان انا مش عايزاه يبقى موجود معايا في العجينه يبان، هيتعبني في العجن. زي ما انتوا شايفين انا هحط عندي كيلو دقيق بالظبط وهنخله. انا بنخله بس عشان اطلع منه يبقى فيه هوا كده، لما اجي اعجنها تطلع حلو. انا بنخل الدقيق الكيلو، حابه تزودي. انا حطيت الكوبايه الميه دي مقدار بسيط، وعندي كوبايه تانية كل ما تحتاج ازود، لان كل دقيق بيختلف عن التاني، وانا بزود حبه بحبه عشان ما اضطرش ان انا احتاج دقيق. فزي ما انتوا شايفين انا كنت بزود شويه وافضل اعجن فيها وسبتها ترتاح 10 دقايق ورجعت اعجن فيها. زي ما انتوا شايفين العجينه طريه وجميله ومش قادره اوصف لكم تحفه ازاي. عايزه ما تريحهاش معاكي، التركه في ان انتي تجيبي دقيق نص كيلو دقيق معجنات والباقي دقيق عادي، ده هيخليها ما تحتاجش انها ترتاح معاكي. هنا انا جبتها عندي عشان اوسع عليا المكان، جبتها في مكان اوسع وابتديت رشيت دقيق. مش هتلاقوا حد على اليوتيوب عاملها بالطريقه دي، هي جت معايا بالصدفه يعني، وانا بعملها كده رشيت دقيق لان ما كانش عندي دهون كفايه، لقيتها طلعت في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين انا جبت واحده وفردتها، وجبت التانية هي كيلو، عمل معايا 3 فطاير. فطبعا مش هعمل ال3 كلهم، انا قلت اعملهم اعين 2 للفطار وواحده ناكلها بالليل. فزي ما انتوا شايفين بجيب واحده وافردها واقوم حاطه التانية على جنب وافردها، واجيب الاولانيه اللي انا كنت بفرد فيها وافرد فيها، يعني ما خدتش معايا راحه غير يمكن دقيقه، ما بريحهاش كتير. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهوله وما بتمطش، ما بترجعش تاني، وكانت جميله جدا. شايفين انا بفرد العجينه كويس قوي معايا لحد ما تجيب اخرها او لحد اخر المكان اللي عندي. زي ما انتوا شايفين انا بفردها كويس قوي. ده كيلو دقيق عمل لي 3 فطاير وسط، مش كبار ومش صغيرين. زي ما انتوا شايفين انا فردتها على قد الترابيزه اللي عندي. وكان عندي الزبده، طبعا انا قلت لكم ده جوع اخر الليل، فالزبده طبعا ما لحقتش اسيبها بره بحيث انها تفك وكده، فدي مجمده من الفريزر. انا الزبده بعينها عندي في الفريزر عشان لما بتقعد مده طويله في التلاجة بتعفن وبتبقى مش حلوه، فافضل حاجه تعينيها انها تتعان في الفريزر. قطعيها وعينيها عندك في الفريزر مكعبات. هنا انا قطعت وبدات ان انا بايدي كده افردها وتنتها كده زي ما بنعملها كل مره. تنت الطرف ده على الطرف ده والطروف وقفلته كده زي الظرف، تمام. وابتديت ان انا اجيب النشابه عندي تاني وابتدي ان انا افرد، بس بفرد بالراحه شويه، عشان طبعا لو فردت بعنف الزبده كلها هتطلع. انا هي كده هتطلع، بس بالراحه. ابتدي ان انا افردها تاني زي ما انتوا شايفين، وابتدي ان على اخرها، يعني حاولي ان انت تفرديها لحد ما تجيب اخرها عشان احنا عايزينها تبقى طبقات حلوه. انا على فكرة بجرب معاكم طرق كتيرة للفطير المشلتت، وهنبقى مع بعض يطلع افضل طريقة واسهل طريقة عملناها مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا بفردها، طبعا الزبدة طلعت معايا. وما تقلقوش الدقيق يا جماعة ولا بيعجن ولا بيكلكع ولا بيبقى مش حلو، كان مطلعها مثالية، بالعكس ده بيخلي الطبقات بينها وبين بعض فاصل كده، بيعليها وبيخليها جميلة.
بفرد كويس قوي معايا وبالراحة مع بعض، بتلزق معايا في النشابة لان الزبدة بتلزق شوية. بفرد اهو زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة افردها تاني وهرجع اطبقها زي ما طبقناها الطروف على بعض ونطبقها على بعض. وابتدي بقى ان انا اجيب الطروف، شايفين الطرف ده الزاوية دي طروف، اجيبها مع بعض وادخلها مع بعض وارجعها كورة تاني. شايفين الطروف برجعها كورة تاني. طبعا بجيب الزبدة، مش هسيب الزبدة دي لازم عشان تطلعها حكاية. شايفين انا دورتها وجبت الصينية بتاعتي وابتديت ان انا افردها بقى معايا. افردي على قد ما تقدري. انا مش هدخلها الفرن يا جماعة. انا كانت والدتي زمان ايام الشتاء كانت تعملها كده وتفردها في الصينية، وايام البابور وحلاوة البابور كانت تحطها على البابور واحنا حواليها وبتقعد تسويها، وبعد كده تطلع مولعة ناكلها في الشتاء. كانت بتبقى جميلة. فانا بقى بدل ما ادخلها الفرن او احطها على المقلاية بتاعتي مش كبيرة صغيرة، قلت اعملها زي ما والدتي بتعملها، بس ايه طبعا على النار مش على البابور. يا ريت عندي بابور لكن ما عنديش بابور. ابتديت ان انا النار تبقى اقل من الوسط شوية يا جماعة. شايفين اقل من الوسط، وابتدت الزبدة انها تسيح وتطلع تطفي على الفطيرة من فوق. لو انت حاطه زبده قليله ممكن من فوق الوش كده تجيبي كام قطعه كده تحطيها فوق الفطيره بتاعتك، بس انا حاطه كميه حلوه من الزبده. طبعا اي نوع زبده تقدري تستعمليه، زبده بقري، زبده جاموسي، زبده من اللي بنستعملها النباتي العادي، اي نوع. الزبده على فكره بتدي طراوه وتوريقه جميله للفطير، بتخليه جميل. وابتدي بقى كل 3 دقايق ابتدي اقلب الفطيره بتاعتي، علشان انا مش عايزاها تلطع من مكان وتتحمر من مكان. فكل 3 دقايق و5 دقايق، لان انا موطيه العين اقل من الوسط، كل شويه ابتدي ان انا اقلبها زي ما انتوا شايفين. انا واقفه جنبها مش بسيبها وامشي عشان كل شويه اقلبها. عايزه اقول لكم ان الطبقه اللي من فوق ديت بتبقى مقرمشه وطعمها خطير، بتتاكل قبل الطري اللي جوه. شايفين بدات انها تاخد لون وتتحمر. لو حابه تحطيها في الفرن براحتك، بس انا بشوف ان اللي على النار بتبقى اسرع من اللي في الفرن شويه. اللي في الفرن بياخد معانا وقت، لكن اللي على النار سريع. ممكن تعلي النار على فكرة، بس تقلبي على طول، يعني تقلبي على طول، تفضلي كل شوية تقلبي هتطلع معاكي فوق الممتازة زي ما انتوا شايفين. اهي بدأت تاخد اللون بقى. مش قادرة احكي لكم، الريحة كانت حكاية. مفيش حد بيدوق مني المشلتت الا لما يقول لي عاشت ايديكي. ده يعني ايه، بعد سنين تجارب وخبرة والكلام من ده، مش من فراغ يعني. بحاول وبجرب كل جديد وبجرب كل طريقة، واي طريقة بتنجح معايا بجربها مرة واثنين وثلاثة عشان تبقى مظبوطة بالظبط، عشان اللي يعملها ورايا ما تخسرش من المكونات. لان بجد بتحصل معانا الموضوع ده كتير من شيفات كتير، واحنا ما عندناش يعني الامكانيات ان احنا نخسر في الحاجة، لان الحاجة بقت غالية مش رخيصة. تمام، شايفين اخدت اللون المثالي. دقيقتين كمان وهشيلها من على النار. تتاكل سخنه، تحب بقى تاكليها كده، تحب تجيبي جبنه قديمه، مش عسل وطحينه، قشطه، اللي يخطر في بالك. شايفين تحفه. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في ايه فيها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.